السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب العالمين. النهاردة هنعمل احلى فراخ محشية، فراخ بلدي بسم الله ما شاء الله تبارك الله، زي ما احنا شايفين تحفة وما بتاخدش اي وقت وبتستوي في ثانية. هقول لكم على شوية تريكات كده هنعملها مع بعض، بس نسمي الله ونبدأ نحط 3 بصلات صغيرين، اي توابل انت بتحبيها، ملح، فلفل اسمر، 7 بهارات فراخ اللي تحبيه، وفي الكبة كده ايه واضربيهم. انا معايا هنا فرختين بلدي، هما صغيرين مش كبار، وببدأ ان انا افصل اللحم عن الجلد وبتبلهم بالخلطة اللي انا عملتها ده. انا بدأت كده اتبل من جوه، وما بين الجلد واللحم برضو هفصل كده وهعملها. بتغسليها كويس جدا طبعا بالمحلول بتاع النقع بتاعها، وبعد كده بتفتحي المية جارية عليها شوية، وبتعصري عليها عصرة ليمون ومش اكتر من كده. بيبقاش فيها اي ريحة زفارة تبارك الله، زي ما احنا شايفين دلوقتي شكلها حلو قوي. انا تبلتها من بره ومن جوه. وكمان هنعمل لها الخلطة بتاعتها مع بعض. في حلة على النار، وبتنزليه بمعلقة زبدة او سمنة المتوفر عندك تقدري تحطيه، معلقة ومعلقتين كده. وبتغسلي الرز كويس جدا وبنشفه، وبعدين بنحمره عادي خالص. عايزاه ياخد لون كويس جدا ماشي، عايزاه لون فاتح شويه مفيش اي مشكله، اللي انت عايزاه تقدري تعمليه. ما بنحطش الرز الا لما السمنه بتاعتنا تسخن جامد جدا. في حاجه هقول لكم عليها، لو عايزه الرز بتاعك يلون على طول وما تفضليش واقفه فتره طويله قوي، لان معروف ان الرز على بال ما بيتحمر وياخد معانا اللون الذهبي ده بيفضل فترة طويلة. تقدري تحطي معلقة صغيرة من السكر بتخليه ياخد لون على طول. التتبيلة بتاعتي اللي هي البصل اللي انا كنت سبت معلقتين كده من البصل اللي كنت متبلة بيه الفراخ، حطيته طبعا مع الرز وهياخد تشويحة حلوة قوي. وسعت له مكان سنة كده ياخد الصدمة بتاعته ما ينزلش المية على طول، وهبدأ اقلبه. بدي نفس حلو قوي. لو عايزة تحطي بهارات مع الرز كمان في الوقت ده تمام، بتدي ريحه حلوه قوي للرز كمان. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، علشان ناخد الثواب مع بعض. وما ننساش نعمل لايك ونشترك بالقناه ونفعل زر الجرس علشان اي حاجه انا بنزلها توصل لكم بامر الله. في الوقت ده خلاص الرز بتاعي خد تشويحه مع البصل. كمان بشرت حبه واحده من الطماطم وبدات ان انا احطها كده برضو تاخد تشويحه معايا. هقلبهم تقلبتين وانزل بالميه، يكون عندي ميه انا غلياها، المهم ان هي تبقى ميه مغليه او ميه سخنه علشان احطها على الرز على طول ويبدا ان هو يستوي. طبعا الرز بتاعنا مش هيستوي سوا كامل، هيستوي نص سوا كده علشان هو يكمل سواه في الفراخ في الشوربه اللي احنا هنحطها. انا معايا هنا ميه مغليه، هحط زي كوبايتين كده من الميه علشان انا مش عايزاه يستوي قوي، يعني نص الكميه اللي بنحطها في الرز العادي هنحطها للرز ده علشان ما يبقاش معجن في الفراخ، انا عايزاه مفلفل خالص. وهبدا احط له الملح بتاعه واظبط له الملح الكويس وهغطي عليه. يبقى انا كده هستنى بس دقيقتين 3 على بال ما يتشرب الميه بتاعته، وهبدا ان انا على طول هقلبه ونشوف مع بعض هيبقى عامل ازاي بقى بالشكل ده تبارك الله. هسيبه بقى، لازم اسيبه يبرد شوية بالشكل ده، فرده كده عن بعض علشان يبرد شوية وانا بحطه في الفراخ اعرف برضو احطه. هبدأ احشي الفراخ، هحشي الفراخ من جوه، ولو انت حابة تحشي الفراخ من تحت الجلد كده بس ما تكتريش عشان بتفتح جامد، فحاولي ان انت بس ايه حاجة بسيطة خالص. وانا قطعت بطاطايه كده شرايح كده عريضة شوية وحطيتها في الفراخ علشان ما تنزلش الرز بتاعها. معايا هنا بصلايه وطماطمايه وبقية البطاطس اللي انا كنت حطاها في الفراخ حطيتهم في المية. اهم حاجة المية تغلي، اي بهارات انت عايزة تحطيها في المية تقدري تحطيها. الفرخة دي كبيرة شوية عن التانية، بدأت ان انا الفها في ورق فويل لان هي كان في حتة منها كده هتبدأ تفتح. وهوريكوا دي وهوريكوا دي بعد ما طلعتها. ورق الفويل شوية بيحافظ على الفراخ وهي بتغلي ما بتفتحش، فاللي ما بيعرفش يتحكم في الفراخ وبتفتح منه وبتبوظ فعادي ممكن ان هو يحطها في الورق الفويل، مفيش عادي طبعا مفيش اي مشكلة. كانوا معايا بالشكل ده، اللي حطيتها ما فتحتش، اللي ما حطيتهاش اللي هي التاني واحدة
هي اللي فتحت حته، بس طبعا مفيش اي مشكله، بتبقى زي الفل وبتحمر وتبارك الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا له لايك. هنبدا دلوقتي ان احنا لو عايزه تحمريها بقى تبداي معلقه سمنه كده مع شويه الزيت وتبداي تحمريها. وكمان في تريكه حلوه قوي ان انتوا تحطي نص معلقه من الملح، بتخلي الفراخ تاخد لون اسرع. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس، وان شاء الله تعملوها احسن من ما انا عملتها، وربنا يصلح ما بين ايديكم. السلام عليكم.